وتتخانقي مع اخوك الصغير كل يوم على الريموت، بابا لقى لنا حل ذكي. الساعات الفردي زي 5 7 9 دي لاخويا، والساعات الزوج الطيبه اللي هي زي 2 4 6 دي بقى ليا. بس المشكله برضه ما اتحلتش، لان هو ولا بيحترم القواعد ولا اللي اكبر منه. عشان كده قررت اعمل برزنتيشن لبابا بالحل الجديد اللي انا لقيته، اي سكول. بابا انا عملت دراسه حاله واكتشفت ان اخويا اللي احنا بنحبه طبعا يعني هو السبب الرئيسي في اختفاء اي نوع من انواع الهدوء في البيت من بداية الأجازة. اسمه اي سكول، وده مش كورس، ده مسار تعليمي كامل حسب سن كل طفل. يلا نبدأ السيشن بتاعتنا. Welcome to the Voyage Aquatic. And here we go. يعني بدل ما يقعد يتخانق معايا على الريموت، هيبقى قاعد بيعمل لعبة بنفسه، يرسم شخصيات ويبرمج حركتها ويخليها كمان تتكلم. ولو أكبر بيشتغلوا على تطبيق موبايل حقيقي زي فيجما أو فلاتر فلو، أو يبنوا شات بوت بالبايثون. أنت متخيل الولد اللي كان قاعد بيعيط عشان النت خلص هيرجع يشرح لنا يعني إيه كود ويعني إيه شات بوت وإزاي ال AI هيغير حياتنا الفترة الجاية، وده هيخلينا ننجح فيه. 1 هيسيب الريموت، 2 هيصحى بدري، 3 هيبقى مشغول بشيء حقيقي، 4 هيشتغل على مشروع فعلي مش جيمز وبس، و5 ودي الأهم إن أنا هشوف المسلسل لحد آخر حلقة من غير أي خناق. تقدروا تشوفوا الويب سايت في البايو أو تسألوهم بشكل مباشر في الدي ام. ثانك يو.